السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه خفيفه بالنسبه للناس اللي كيحماقوا على الرغايف بالشحمه ومخمرت بالشحمه، وانا وحده منهم. غاد الفيديو غادي ندير لكم على جوج مراحل. واحد الفيديو اللي غنوريكم كيفاش انا كنحتفظ بالشحمه وكتبقى عندي في الثلاجه على طول العام، هكذا فاش كنبغي نوجد ما كنعكش، لان الحاجه اللي كتخليك تعكزي توجديهم واخا كتحماقي على الملاوي بالشحمه هي الخدمه ديال الشحمه، تغسليها تنشفيها تحكيها فكتعكسك. جيتك بواحد الطريقه غتبقى عندك على طول العام في الثلاجه، ما كتخسر ما والو، ما محتاجاش ديريها في الفريغو. وفين ما تبغي ديري الملويات ديالك تهزي معلقه او جوج وكتضيفيها البصله والمسائل الاخرى. كتقبطي الشحمه كتغسليها كتنشفيها مزيان من الماء وكتحكيها، كتضيفي لها الملحه. هاد الكميه ديال الملحه على حسب الكميه الشحمه، ضروري نملحوها لانها هي كتحافظ لنا عليها. كنديروا ايضا القزبور مطحون كيف ما تتشوفوا معايا، قزبور مطحون والكمون مطحون. بالنسبه للكمون هادشي اللي كنقول لكم العطريه ما تكثروش، بالخصوص الكمون راه كيعطي واحد النكهه خايبه الا كثرتيو الوصفه ديالكم، وكيضيع الوصفه وكيضيع النكهه وكيغلب، هو النكهه ديالو كتجي غالبه، فما تكثروش. كنخلطوا الجميع ديال هادشي اللي قلت لكم، وكنديروا على عافيه مهيله وكنبقى ندوبوها شويه بشويه. المقدار ديال هاد مقدار العطريه على حسب الكميه اللي عندك انت ديال الشحمه، وكنبقى مره وهي كتذوب، وانا كنزول ديك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. كنزول ديك الكشكوشه والشحمه واخا كنقيوها واخا كنديروا لها كلشي، واخا كتذوب كيبقاو فيها واحد الجلود بحال ما كيذوبوش. هادوك انا نوريكم كيفاش غديروا تزولوهم. كنبقى نقيها هكا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لديك الجليدات اللي دويت عليهم هما غيبانوا لكم هنايا، غادي نخليوها تدفى غير شويه او تبرد غير شويه، وغادي نوريكم كيفاش غنصفيوها. وضروري تصفيوها في شي حاجه الحديد ماشي في شي حاجه ميكا باش ما تذوب لكمش. انا هذه هي الصفايه الوحيده اللي لقيت غادي تصلح لي، الاخرين كلهم عيونهم صغار، فدرت ديال المطيشه. كنصفي في الاول غير الشحمه وديك ديك الجلود وديك الشيء اللي كيبقى حتى هو. بالنسبه للقزبر والكمون كنخليه في القاع بالكسرونه، من بعد غنضيفو بالمعلقه حتى كنزول داك الجلود اللي ما دابوش، عاد كنضيفوه بالمعلقه للشحمه. فهمتيوني؟ هذه هي الطريقه ديالي. وغادي نديروها في قريعه الزاج ونخليوها تبرد. انا ما سجلتها لكم شويه بارده، المهم كترجع بحال شي زبده، ومن التحت كيجي داك الكمون وداك الشيء بحال الشكل ديال الاكريش، ولكن هذه اسهل واحسن واقتصاديه. كديرها غير في الثلاجه، يعني ما ديريها لا في فريكو ولا في حتى شي حاجه. فاش تبغي توجدي المليويات ديالك، وهادو اللي كتشوفوا امامكم درتهم بهذه الطريقه، كتهزي غير معلقه او جوج بحسب الرغبه ديالك، وكتضيفيها البصله والتوابل والربيع وداك الشيء. كتجي الخدمه سهله وكتختصر لك الوقت.